تاريخ أقدم من الأهرامات ب6000 سنة، ومحدش فاهم مين بناه ولا ليه اتدفن بالكامل. سنة 9000 قبل الميلاد والبشر لسه صيادين ما يعرفوش يزرعوا في تل صغير. مجموعة ناس عاديين عملوا حاجة مش طبيعية. الناس دي بنت مجمع ضخم بأعمدة حجرية وزن الواحدة يوصل ل20 طن، ونحتوا عليها ثعالب طيور وعقارب، وكل ده بشكل هندسي مدهش. المفاجأة ان الأعمدة الضخمة دي اتنقلت واترفعت قبل اختراع العجلة حتى. ما كانش لسه في معادن، والإنسان ما كانش لسه بيعتمد على الحيوانات عشان يرفع الأحجام التقيلة دي. الأهم من ده كله ان المكان ده ما كانش للسكن، مفيش بيوت، مفيش مطابخ، مفيش حياة يومية. الناس كانت بتيجي مخصوص عشان الطقوس، والغريب ان بعد ما بنوه رجعوا دفنوه بالرمل والحجارة بإيديهم. دفن كامل، مش كارثة طبيعية، مش تخريب، قرار كان متعمد. يا نهار ابيض، ده اول مشروع ضخم في التاريخ. بس دفنوه ليه؟ مين المدير اللي وافق على الكلام ده؟ في نظرية بتقول إن ده كان مركز ديني بيجمع مجموعات كبيرة. نظرية تانية بتقول إنه مكان احتفال لما الصيد يكتر. ومهما اختلفت النظريات، لكن هنتفق على حاجة واحدة بس: المكان مبهر لدرجة كبيرة. المكان ده هو جوبيكلي تبي في جنوب تركيا. دي كانت كبسولة ماج. نشوفكوا بكرة.